يلا نعمل احلى كبده فراخ بصوص خطير طعمها يجنن. سهله جدا مش تاخد معاكي وقت خالص. هنجيب الكبده ونغسلها كويس قوي وببقى عصر عليها ليمون وننضفها حلو جدا عشان ميبقاش فيها اي زفاره. شويه فلفل وبصل، فلفل رومي وحامي والوان. انا بضرب كل ده في الكبه، بنزل بكميه زيت كويسه، وبعد ما بصفي الكبده كويس بنزل عليها في الزيت دوت، واول ما يبتدي لونها يغير بقلب فيها. بكون بقى فرمت كل الخضار ده في الكبه وبنزل بالكميه دي، بتديني صوص خطير كده. طبعا البصل بيبقى مفروم بيبقى حلو قوي. وبعدين بنزل عليها بمعلقه كبيره من الثوم المفروم، والتوابل دي معلقه صغيره من كل حاجه. وما تنسيش معلقتين كبار من دبس الرمان، هيخلي لك طعم كبده الفراخ تجنن. بجد اللي ما جربهاش بالطريقه دي فايته كتير. قدميها جنب رز ابيض او عيش وطحينه زي ما احنا عملنا، وبجد بجد طعمها خطير. لايك وشير للفيديو، وما تنسيش بقى تشتركي في القناه. وشكرا جدا لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي، وباي باي.